تجمع هذه الحسنات لتجدها عند الله سبحانه وتعالى مضاعفة. أما الغيبة فهي تفني هذه الحسنات. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب للصحابة مثلا وقال لهم كما في الصحيحين، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. يعني كما نقول الإنسان المفلس ما عنده لا أموال ولا متاع ولا شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل هذا الفكر الذي فكر يعني انقدح في ذهن الصحابة، قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد قذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته، من سيئات الظالم من سيئات المظلومين، وطرحت على هذا الظالم حتى يلقى على وجهه في جهنم، عافانا الله وإياكم. انظر يا أخي، أنت لما تقع في عرض أخيك المسلم وقد ختمت القرآن واعتمرت، فتتفاجأ أن هذا الأجر قد ذهب. لماذا؟ لأنك وقعت في هذا الأمر الخطير الذي شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بأكل لحم الحمار أجلكم الله، الجيفة التي مر عليها الصحابة ونظر إليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الذي كنتم تتحدثون عنه أيأكل أحدكم من هذا؟ وقبل ذلك الآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الحسن البصري رحمه الله لما سمع عن شخص اغتابه راح اشترى طبق من الفاكهة وطرق عليه الباب وقال: تفضل، هذا هدية لك. قال: لماذا؟ قال: لأنك هديتني من حسناتك، أنا سمعت أنك تكلمت فيه ولا أستطيع أكافئك بشيء إلا أن أقدم لك هذه الفواكه جزاء لما قدمت لي من الحسنات. لذلك يا إخوان الأمر خطير جدا، الأمر خطير. ومعاذ رضي الله عنه لما استغرب وقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ كل الكلام هذا محاسبين عليه؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر جارحة تدخل الناس جهنم اللسان والفرج. لذلك جاء الضمان من النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. تأمل يا أخي معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة، والحديث متفق عليه، إن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا. انظر كما هو حال بعض الناس لما يتكلم في شخص يقول: يا أخي هذه كلمة عادية. يا أخي عندك عادية لكن عند الله عظيمة، عند الله عظيمة تفني حسناتك وتعذب بها وتلقى بها في النار. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، ودخلت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وكانت قصيرة القامة صفية رضي الله عنها، وأشارت عائشة فقط إشارة بيدها، أشارت إشارة إلى صفية أنها قصيرة وهي مدبرة وهي خارجة من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الله أكبر. القائلة عائشة ولم تقل، إنما إشارت إشارة بيدها، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأحب الزوجات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم انظر العقوبة وشناعة الفعل، أن هذه الإشارة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام. فكيف بأفعالنا إخواني وأقوالنا؟ كل منا يحاسب نفسه. الله جل وعلا أنزل سورة كاملة في القرآن، سورة الهمزة، وبدأها بقوله: ويل لكل همزة لمزة. تحتاج أن تراجع لسانك بماذا يتكلم، ويدك أيضا بماذا تشير وبماذا تتحرك، لأن كل هذه أنت محاسب عنها يوم القيامة. ثم تتذكر هذا الرصيد الذي أنت تجمعه حتى لا يكون يوم القيامة وبالا عليك وذهابا لهذه الحسنة.